اهلا بيكم. الفتره اللي فاتت كانت درجه الحراره عاليه جدا. ايه العاده الغلط اللي كانت بتحصل؟ انت رايح مشوار، معاك اطفالك، معاك اهلك، بتوصل حد هيجيب حاجه ويرجع 10 دقائق، 5 دقائق، نص ساعه. الموضوع ده بيسيبوا العربيه واقفه، التكييف شغال، جوه العربيه في ناس. في معلومه لازم تعرفها كويس جدا، ان تبريد عربيتك 50% منه الهواء اللي مقابلها، 50% منه الميه. يعني حضرتك وانت مشغل العربيه وواقف ومشغل التكييف، حضرتك شغال ب 50% من تبريد العربيه، من تبريد الموتور بالفتيس بالكباس بكل الكلام ده كله. فحضرتك عامل اجهاد حراري للعربيه رهيب، وعامل لود على الكباس عشان يوصل العربيه لدرجه الحراره اللي هي متعرضه لها رهيب. فحضرتك دلوقتي بتعمل حاجه، بتعمل لود على الكهرباء بتاعت العربيه، بتعمل لود على الكباس بتاع العربيه، بتعمل استهلاك بنزين عالي جدا. فالثلاث نقط دول بيأثروا على اللونج ران. هتبص تلاقي مره الكباس باظ، مره الحساسات بتاعت العربيه بدات تقرا غلط، علبه البيئه بدات تتسد. بعيدا عن الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها، ان خطر جدا 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 ان انت تبقى مشغل التكييف والعربيه في فتره طويله على اللي موجودين جوه العربيه. هواء العربيه ما بيتجددش، كابينه العربيه ما بتتبردش من بره، فانت عامل جو جوه العربيه خطر. طب حله ايه؟ اضطريت ان انت تقف والمده ما تزيدش عن 10 دقائق. هبقى واقف وهفتح حته من الشباك، يا اما هفتح الاير فلو بتاع العربيه، بس برضه الاير فلو بتاع العربيه مش هيشتغل طول ما العربيه واقفه في مكانها. يعني عامل ان انت تغير الجو جوه العربيه مش هيحصل غير لو العربيه بتتحرك. يبقى حلها ان انا هفتح سنه الشباك، او ان انا هشغل التكييف على 10 دقائق، هطفيه، الكابينه هتبقى ساقعه شويه، اقعد حبه، وبعد كده ابدا ان انا اشغله تاني لو اضطريت. الحاجه الثانيه ان الناس بتعمل كده وهي جوه الجراشات، ودي كارثه ثانيه خالص. الجراج بيعبأ باول اكسيد الكربون اللي طالع من حرق العربيه. حضرتك لو فتحت الشباك انت دخلت سموم. العربيه جوه الجراج، تدور العربيه تطلع، عايز تسيب العربيه شغاله بره الجراج في هواء في مكان مفتوح، ما ينفعش جوه جراج خالص. الحاجه الثالثه ان غاز الفريون قاتل صامت. غاز الفريون ملوش ريحه، محدش يحس بيه. ويمكن في حوادث كتير الناس بدات ان هي تكتب عنها، وناس الله يرحمهم بسبب الموضوع ده حصل تسريب فريون ودخل جوه الكابينه، العربيه مقفوله عليهم والتكييف شغال، انت قاعد مستمتع، فجاه تبص تلاقي نفسك وقعت اغمى عليك. ويعني لو يعني ممكن ما حدش يلحق. فارجوكم بلاش تكييف والعربيه واقفه. هتنزل من العربيه سيب الازاز مفتوح جزء بسيط جدا، وهي مبطله حتى وانت طالع وعايز تنزل العربيه تبقى مهويه، جزء صغير من الازاز هيتفتح هيدخل هواء جوه العربيه. مثلا لو درجه الحراره بره 40 بدل ما تبقى 45 هتبقى 42 43. لما تشغل التكييف هتلاقي في استجابه سريعه. وحافظ على العربيه تبقى في مكان ظل، لو ما فيش شبابيكك مفتوحه والشماسات تتحط او اي حاجه تتحط على الازاز هتخف درجه الحراره جوه العربيه. حافظوا على نفسكم وحافظوا على عربياتكم. دمتم سالمين، سوء بامان.